منطقة شمال شرق سوريا أولا هي تقريبا أكثر من 50,000 كيلومتر مربع. فيها كل ثروة سوريا. يعني سوريا تنتج تقريبا كانت 4 مليون طن من الحنطة، وهي تحتاج 2 مليون، عندها فائض في الإنتاج. اليوم سوريا تستورد الحنطة. أكثر من ثلثين هذا الإنتاج هو في منطقة شمال شرق. سوريا كانت تنتج تقريبا بين 400,000 إلى 600,000 برميل نفط يوميا، ومع المعدات الحديثة يصل الإنتاج النفطي إلى تقريبا 1,000,000 برميل سنويا. في خلال السنة الماضية كان بإمكاننا أن نجري صيانة لكل هذه خطوط إنتاج النفط باستثمار من شركات كبرى أوروبية وأمريكية وحتى إقليمية. 1,000,000 برميل يوميا، هذا يعادل يعني إيراد للدولة السورية ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا. نعم. إنتاج سوريا كان أكثر من القطن ما يعادل تقريبا 1,000,000 طن سنويا، يعني يعادل تقريبا نحو 700 مليون دولار سنويا. وهذا الإنتاج، سوريا كانت فيها إنتاج المحلي تقريبا يصل إلى 160 مليار دولار، وكان موازنته تقريبا 17 مليار. اليوم سوريا مع ذهاب منطقة شمال شرق ففيها تراجع وانخفاض كبير جدا، لأنه من الإنتاج في شمال شرق أكثر من ثلثينه يكون إيراد. فأنا سنويا في السنة الماضية خسرت تقريبا 20 مليار دولار لصالح الدولة السورية بسبب تعنت تنظيم قسد بعدم تمكين الدولة من الدخول إلى هذه المنطقة وتشغيل هذه المؤسسات سواء النفطية أو كذا. سوريا تنتج من السدود التي على نهر الفرات تقريبا 1500 ميجا واط، وهو أهم شيء الطاقة، يعني بناء الاقتصاد أهم شيء فيه الطاقة، وهذا إنتاج مجاني فيه كلف صيانة وتشغيل فقط، يعني لا يحتاج إلى وقود ولا يحتاج إلى كذا بما أنه على السدود، وهذا يعادل تقريبا مليار دولار سنويا. سوريا تنتج من الغاز 40 مليون متر مكعب في الساعة من الغاز، تمام، وحاجتنا نحن تقريبا 20 مليون متر مكعب، هذه من الحقول المكتشفة حاليا. فأنا الآن أستورد الغاز وأدفع عليه ملايين الدولارات للخارج حتى أوفر الكهرباء للمواطن السوري. كل هذا الإنتاج خلال 10 سنوات، كل هذه الثروة تراجعت بشكل كبير جدا، لكن لا زال فيه نوع من الإنتاج، يعني انخفض تقريبا إنتاج النفط إلى 70,000 برميل يوميا، وهذا بمعدل ما إنتاج الذي يحصل عليه تنظيم قسد، عدد الدعم الذي يأتيه من الخارج تقريبا 2 مليار دولار سنويا. أين يذهب هذا المال؟ ولماذا سوريا تدفع كل هذه الكلف؟ أنا الآن أمام تحدي إعادة الإعمار، ولا أريد أن تخضع سوريا يعني قروض مسيسة وما إلى ذلك، وأن تبني نفسها بنفسها، وهي لديها القدرة في ذلك. فلماذا يحرم السوريون من ثرواتهم بسبب تعنت لتنظيم قسد؟ والمال الذي يحصل عليه هناك نصفه يذهب في الأنفاق والمغارات التي لم تنفعه في شيء، والنصف الآخر يذهب إلى جبل قنديل. الحدود السورية العراقية، هل هناك دولة في العالم حدودها غير مسيطر عليها؟ الأنفاق التي ما بين منطقة سنجار وما بين الحدود السورية كبيرة جدا. أنا منذ عام وفتحت باب المفاوضات وقبلت كل شيء، وإلى الآن أنا ملتزم، لأنه اتفاق 10/3 يمكن الدولة السورية من إدارة هذه الموارد، تمام؟ فالتزام قسد في هذا الاتفاق، فهو حل لسوريا بأكمله. وإذا أترك عدم الالتزام بهذا الاتفاق أترك الكرة في ملعبي، تمام؟ لكن سوريا لن تقف متفرجة على هذا المشهد في نهاية المطاف. أنا لا أهدد، بس هذا انذار، المهدد يعني وين بحطه بخانة الانذار؟ أنا رجل عشت أكثر نصف حياتي في الحرب. التهديد للضعفاء، أنا لا أهدد، أنا أشرح واقع وأنصح وأشرح سياقات. لا الموقف العسكري ولا السياسي ولا الأمني هو في صالح تنظيم قسد. والخيارات السليمة هو أن يضعوا أيديهم في أيدينا ونعيد عملية الإنتاج ونبدأ عملية الإعمار في سوريا. والإعمار في سوريا واستقرارها ينفع العراق وينفع لبنان وينفع الأردن وينفع دول الخليج وينفع تركيا أيضا في نفس الوقت، ونكون جزء من الاستقرار الإقليمي الذي يحصل في المنطقة، لأن الاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق في الاستقرار الأمني. طبعا. بقاء قوى مسلحة خارجة عن سلطة الدولة وسلطة القانون
فهذا يهدد الاستقرار الإقليمي والمستدام في سوريا، وبما ذلك يعني سينعكس هذا على الدول المجاورة لنا بما فيها الأردن، بما فيها العراق، بما فيها تركيا. لذلك شأن الحاصل في الإصرار على البقاء العسكري في شمال شرق سوريا بشكله الحالي، فهذا لا يضر فقط سوريا. لذلك كل الدول مجتمعة على حل هذا الموضوع، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الدول الأوروبية، بما فيها الدول الإقليمية.